ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ انا التانية اسيستنت وش الموضوع على طول، رد على كومنتاتكم. مش كاتب سكريبت، هقرا الكومنت كده لايف وارد عليه لايف. حتى في كومنت لسه نازل بقاله 3 دقايق. يلا بينا. انا من اول السنه وانا نفسي اذاكر واخلص اللي ورايا، بس نفس اليوم بيتكرر بكل حاجه. نفسي افهم بجد ايه اللي بيحصل بعد الظهر، بيضيع لي اليوم. بص يا اسطى، انت هتفضل طول عمرك في ثانويه عامه نفسك تخلص، عايز اخلص عايز اخلص عايز اخلص عايز اخلص، وعمرك ما هتخلص. عمرك ما هتخلص كل المراجعات، عمرك ما هتخلص كل الاسئله، عمرك. بس انا عايزك تفضل بالعقليه دي لحد ما تخش الامتحان، وتقنع عقلك وتقنع قلبك ان انت فعلا خلصت، ان انت عملت كل اللي تقدر عليه، ان انت مفيش حاجه كان ممكن تتعمل وما عملتهاش. لكن في الحقيقه كده كده عمرك ما هتخلص كل المراجعات ولا الاسئله، عشان ده مش لوجيك. فاهمني؟ بس انت هتخش الامتحان خلاص. فانا عايزك تتعب قوي دلوقتي وتقعد تحاول تخلص تحاول تخلص تحاول تخلص، عشان لما تيجي تقول لنفسك انا عملت كل اللي عليا فعلا وخلصت اللي مفيش بشر يقدر يخلصه، ما تبقاش بتضحك على نفسك. مش ده ياسا؟ اللي بعده. عرفت المخدر بتاعي كان التليفون وقفلته خالص، وبجد فرقت معايا جدا الحركة دي. بفتح اشوف الفيديو بتاعك واقفله تاني. تسلم، ربنا يعزك حبيب قلبي. اللي مش فاهم، في فيديو نزلته كان اسمه المخدرات وثانوية عامة. اتفرج عليه هيفيدك جدا زي ما فاد وليد كده حبيب قلبي. شروق محمد بتقول انا خايفة. متخافيش، بتكلم جد. ما تخافيش. ومجرد ما تخش اول لجنة خلاص الموضوع عادي، فاهمني؟ والحمد لله ان اول لجنة مادة بره المجموع اصلا، فتمام يعني. وربنا اكتر حد هيوحشني في السنة دي. اوعى تسيبنا بعد الثانوية حبيب قلبي. آه انا هفضل على اليوتيوب لحد ما اعجز. فاهمني؟ يعني انتوا اصلا بعد ما الثانوية عامة تخلص هتشوفوا بقى، يعني فاهم. انا اصلا يوتيوبر يابا. فاهمني؟ يعني انا اصلا يوتيوبر، عندي قناة تانية اساسية هتلاقوها تحت في الوصف لو حد عايز. فاللي هو ايه، لا يعني انت ما تقلقش، ده انت هتلاقي قنوات تانية تظهر بقى وحوارات، يعني ما تقلقش، احنا مع بعضينا جدا يعني. آه طبعا انا لسه بادئه وبشد جامد، مفيش امل ان اجيب مجموع كبير. دايما في امل. ليه؟ انت عايش بتتنفس يبقى في امل. طب مفيش امل يبقى انت ميت. فاهم؟ انت علاقه طرديه. بقى ما علينا ايه اللي انا قلته ده. بس انت فهمت القصد، او فهمتي القصد. ازاي نفنش صح؟ ناس كتير قوي، ازاي نفنش ازاي نفنش؟ طب يعني ايه نفنش؟ مبدئيا كده قلت لك ان في 10 ايام اللي هم قبل ما الجدول يبتدي مهمين جدا. هيبقى في كورس مكثف ازاي تفنش، وده طبعا اختصاصي. طب حد بقى هيقول لي ايوه، يعني ايه اصلا افنش؟ عارف يا اسطى اليوم او اليومين اللي قبل الامتحان، يعني خلاص بكره الامتحان، هتعمل ايه في اليوم ده؟ ده اسمه ايه؟ التفنيش. تخصصي وهظبطك. هتبقى احسن طالب فيك يا عالم بيفنش او بيعمل الصح قبل ما يخش لجنة الامتحان. حلو قوي. عندي مشكلة كبيرة، انا بتأثر بكلام صاحبتي قوي. بقالي شهر في غفلة بسوف، وبقالي تقريبا شهر مذاكرة بعدم ضمير وراكم الضعف وحاجة مش تمام. مش لفظ مش تمام كده، ما علينا. واضح ان اللي بيكلمني اسمه علي وبيتأثر بكلام صاحبتي. يا رجالة ما علينا، بس مش هخش انا في ايه. كده كده عملت فيديو عن الموضوع ده زمان، عن اللي هو الناس اللي مصاحبة بنات وكده. بس ما علينا، نتكلم ايه في المشكلة. عندي مشكلة كبيرة، انا بتأثر بكلام صاحبتي. اشتم اشتم، والله اشتم. تتأثرش يا اسطى. يا نهار اسوخ، يا نهار اسوخ. يا اسطى ما مش عارف اقول ايه، اصل انا بقول لك لايف مش محضر سكريبت. ما تتأثرش يا اسطى. ايه ده؟ هو ايه اللي بتأثر بكلام صاحبتي؟ ما تتأثرش سكة ودهري. ثانوية عامة هي رحلة فردية. لأن أنا عارف إن لما يكون في واحد مرتبط بواحدة، بالذات في الفترة دي بيبقى فيه كده كل حاجة. يعني بتشارك كل حاجة. فاهم؟ لا ما ينفعش. يعني انت اقول لك على حاجه، اي طالب انا بس اسمعني. اي طالب ثانويه عامه لو شارك مشاكله مع حد الحد ده يقول له ايه؟ انت بتموت يا ابني، ايه اللي بيحصل كده؟ فاهمني؟ يعني حرفيا اي واحد ماشي في الشارع في ثانويه عامه لو حكى حياته الحد ده هيموت نفسه بقى، ولا هيصعب عليه يعني من الاخر. فاهمني؟ فانت ما تشاركش ايه، او يعني ما تاثرش بكلام حد اصلا عموما، ولا صاحبتك ولا مش صاحبتك ولا اي حاجه. ماشي. حاسس ان انا طولت في الحوار ده، بس تمام. بقالي شهر نفس الكومنت، بقالي شهر في غفلة بسوف، وبقالي تقريبا شهر مذاكرة بعدم ضمير وراكم وحاجة مش تمام. بص يا رياسة،
سكادوري، ثانوية عامة كلها كده. خلي بقى ايه ماشي يا علي يا محمد، خلي بقى الفيديو دوت شهر ان انت ايه تشد. اعمل لك ايه شد. ازاي ابطل الافكار السلبية؟ على فكرة الشخص ده معايا من زمان قوي، يعني من اول ثانوية عامة. ازاي ابطل الافكار السلبية اللي بتجيلي وانا بذاكر؟ يعني ببقى بذاكر واحس بضيق في النفس وخنقة وتوتر بلا سبب. ازاي ابطل الافكار السلبية؟ ده اخر كومنت هنتكلم عنه، فهو دلوقتي هنتكلم عن ازاي ابطل الافكار السلبيه وانا بذاكر. انا بقولك مش محضر، فاهم؟ على فكره انا اصلا في فيديوهاتي مش بحضر برضه، بفتح الكاميرا واتكلم، بس هو انت صدقتني، فاهم؟ ازاي ابطل الافكار السلبيه؟ طب هو انت ليه ما تفكرش في افكار ايجابيه؟ فاهمني؟ هو ده اللي جه في دماغي اول حاجه. يعني انا ممكن وانا قاعد بذاكر بص ازاي ابطل الافكار السلبيه؟ عندي فكره حلوه. انت دلوقتي وانت بتذاكر ليه ما تفكرش في افكار ايجابيه؟ ولكن انت ما تقدرش ليه؟ لان انت اصلا متكعسم وحاجه زي الزفت. يعني لو واحد مثلا مراكم 5 حصص فيزياء وهو دلوقتي بياخد في اول حصه، عايز يفكر في افكار ايجابيه ازاي يعني واحنا في ديزني؟ فبالتالي حاول ان انت ت... اللي هو تنتج، يعني من الاخر كده يا اسطى. صدقني اصلا كل حاجه حلها ان انت يعني انت لو ذاكرت كتير هتلاقي الافكار الايجابيه بتيجي. يعني انت لو مثلا مراكم 5 حصص فيزياء وخلصت منهم 3، اكيد مفيش اي حاجه هتدور في دماغك غير ان انت ايه هتخلص الاثنين التانيين وتبقى خلصت الفيزياء، وتقعد بقى شغال ايه وحش على الفيزياء، صح كده؟ بس من الاخر كده حارب الافكار السلبيه بالافكار الايجابيه. الافكار الايجابيه تجيبها ازاي؟ بالانتاجيه والمذاكره. يلا حد عايز حاجه؟ سلام.